قامت قوات الأمن الوطني اليوم بفض تحرك قام به اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الذي انطلق من ساحة محمد علي بالعاصمة في محاولة لمنعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي يمنع فيه التظاهر. واضطرت وحدات الأمن الوطني إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى حدوث بعض الإغماءات نتيجة الاختناق بالغاز. ووصلت سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية لنقل عدد من المصابين. ويشار إلى أن اتحاد أصحاب الشهادات نظم المسيرة لمطالبة الحكومة بالتشغيل وبالكرامة وبالعدالة الاجتماعية. ملف التشغيل أو الملفات الاجتماعية والاقتصادية الحارقة التي انتفض من أجلها شعبنا في 17 ديسمبر إلى اليوم، لم الحكومة التي وقع انتخابها من طرف الشعب التونسي لم تنظر في هذه الملفات، بل بالعكس هناك تسويف ومماطلة، هناك تواصل لسياسات بائدة، سياسات بن علي في علاقة خاصة بالتشغيل. ومنظمتنا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين العمل ستظل على الميدان تدافع على حق المعطلين عن العمل في الشغل. نشوفوا فيه في وزارات برشا ترافيك، يعني ثم عباد داخله تخدم وعدنا لسامي وعدنا ما يثبت، عباد داخله تخدم سيفون كال كريتير ما فماش، عباد دخلت عباد بطريقه نورمالمون هما فما كونكور بوان جوف هذه سيت تمكن العباد الكل باش يدخلوا يشاركوا في المناظره، الا انا ما رانا ان فما انتخابات تصير بطريقه غير مباشره، تصير دوسيي كيفاش دخلوا الله اعلم.